النسوة توقع لا كومونيكاسيون، يوقع كلام اجتماعي. هذا الكلام الاجتماعي الفقهاء تنبهوا له عن اجتماع النسوة في بلادنا لما يسمى بالتويزة. هكذا تجدها، هذا النقرة تجده في كتاب غنية الذاكر للعقباني عن اجتماع النساء في التويزة، هكذا يسمى التويزة. ما يقول عنه النساء التويزة هذا كمصطلح تعمم على أشكال أسرية وتعاونية أخرى كظاهرة الوزيعة وكسلوك اجتماعي في عيد الأضحى، اقتصادي حتى التضامن. أنا وظفتها التضامن. هذا في النصوص الفقهية ورفعت فتوى لدى الوانشريسي ولدى المازوني عن مسألة اقتسام الوزيعة. يقسمونها بأسهم لكن يختلفون في تقسيم الزوائد. الزوائد شيء يقصد به هي الدوارة والرية والعصبان وبعض. فكيف تقسم السؤال، كيف تقسم هذه الزوائد؟ والفقيه هنا يفتي بجوابين، بأن هنا كذلك تقسم سنة على بقية الأسهم، أو تعطى لفقراء المسلمين برضا بقية المشاركين. لكنها تحكي عمق التكافل الاجتماعي. دروك هنايا شكون راهي يطبع على جاره ويحوس عليه، لا في العيد ولا في بقية الأيام. مشكل. شوف هنا المجتمع عيد الأضحى يحضروا له على كل هنا في منطقة العديد، في منطقة القبائل مازال موجود. شوف البويرة، تيزي وزو، بجاية، عين دفلة، فيه مناطق ومازال هذا النظام موجود. ماهوش كما في رمضان، وإنما خاص بأضحية العيد. من مظاهر أخرى من التكافل الاجتماعي نظام الوقف، سواء وقف الكتب، وقف المال، الوقف الخيري، الوقف العام. أن الأسرة كانت تنتفع بهذا الوقف، خاصة أن وجد نوع من الوقف هو الآن تقريبا شبه منضبط اللي يسموه الوقف الخاص أو الوقف الأسري أو الوقف المعقد. شكون هنايا تروح لكتب التوثيق، تروح نوازل الوقف في الجزء السابع من المعيار، أو تذهب إلى كتب العقود والسجلات مثل الجزيرة. الفصل الثالث نوعا ما يذهب إلى دراسة الطفولة. هذا الفصل أرهقني كثيرا، أنه لا نجد دراسة تاريخية تتحدث عن الطفل. هنا الطفل أسميته الطفل بين التربية والرعاية الأسرية. هذا ما نفتقده في المجتمع تاعنا، ما نعيشه اليوم اجتماعي في وسط الطفولة ربما يعود إلى غياب دور الجار ودور المؤدب قبل دور الأب ودور الأسرة. هنا مشكلة أنه تراجع دور الأب، تراجع مستوى السلطة المتعالية للأب في المنزل، تراجع دور الأم، وغاب دور الجار ودور الجد ودور الخال ودور الأسرة. هذا مشكلة. ها الأسرة النووية دير لي داري وحدي، دير لك دارك وحدي. انظر التبعات اليومية، انظر الأطفال الحي، انظر نديروا مقارنة، نديروا دراسة ميدانية. عاش مع الجد ومع الأب ومع الخال، شوف التكوين تاعه، شوف المنطوق اللغوي، تجده يحسن الحديث ويفهم الكبار ويفهم الصغار، وله ثروة لغوية، ولا يعاني من فأفأة ولا يعاني.